مش إذا أمروا، ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها. اكتب عندك 100,000 مقاتل. هذه المشاهد لم تكن جزءاً من التحرك في ساحة عوكر، بل كانت التحرك بحد ذاته. من اللحظة الأولى للاعتصام رمى المحتجون الحجارة على الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المناديل المشتعلة والمفرقعات النارية. هذا التصعيد من قبل المحتجين قابله تصعيد آخر من قبل الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصا بعدما اضطرت الأجهزة الأمنية على الابتعاد من السياج الشائك. هذا السياج وعلى الرغم من تمتينه منذ الصباح تمكن المحتجون من اجتيازه. وهنا أعيد حرق المبنى الذي أضرمت فيه النيران ليل الثلاثاء، بالإضافة إلى حرق إطارات في بقع مختلفة في ساحة عوكر. كل شيء موجود ميبي. انتوا قدرتوا تشوفوا مين اللي حرق؟ ولو هن امبارح كانوا عم بيقولوا هيدي نتيجة القنابل المسيلة للدموع من الأجهزة الأمنية. عندي قناني سبراي رح موجودة على جنب، سبراي اللي بتنرش على الحيطان، بيقدحوها بيشعلوها وعم بيكبوها. القنابل يعني المسيلة للدموع هي بتطلع بالجو وبتنزل، بس تنزل عم تفقع وتنزل عليهم ولا ممكن يقدروا يلموها. ونحن رزقنا مش حلال تيجوا يحرقوا لنا اياه، نحن بنروح معنا على القدس، نحن مستعدين نروح معهم، بس مش بأرزاق العالم، كان رزق. اشتدت هذه التظاهرة في عوكر أتت خلال يوم الغضب الذي دعا إليه حزب الله رسميا، والذي لاقى تجاوبا من طريق القدس أين يمر؟ طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدرعا وبالسويدة وبالحسكة.